لو بتعمل دايت وبتتمرن ومش بتخس فالمشكله مش فيك، المشكله ممكن تكون في الهرمونات. في الفيديو ده هقول لك على 6 هرمونات لو ظبطتهم جسمك هيولع حرق حتى وانت قاعد. ما تفوتش ثانيه في الفيديو. معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه. عشان تخس بشكل صحي وفعال في شويه هرمونات لازم يكونوا متوازنين في جسمك، اي خلل فيهم ممكن يبوظ عمليه الحرق او يخلي جسمك يخزن دهون اكتر. هقول لك على اهم الهرمونات دي وازاي تظبطها. 1. الانسولين، ده الهرمون اللي بينظم مستوى السكر في الدم. لما يبقى عالي على طول الجسم بيبدا يخزن دهون ومش بيحرق كويس. طب يا دكتور اظبط الانسولين ازاي؟ لازم تقلل النشويات والسكر زي العيش الابيض والرز والحلويات. يا ريت تاكل وجبات فيها بروتين ودهون صحيه زي البيض والمكسرات والسلمون. ويا ريت تجرب الصيام المتقطع لو يناسبك. 2. هرمون الليبتين، ده هرمون الشبع، بيقول للمخ انك شبعت. لو حصل مقاومه ليه مش هتحس بالشبع بسهوله وهتفضل تاكل على طول. طب هنظبط هرمون الليبتين ازاي؟ لازم ننام كويس على الاقل 7 ساعات، نقلل الاكل المصنع والجاهز، ما تاكلش كل شويه، سيب وقت بين الوجبات. 3. هرمون الجرلين. هرمون الجرلين هو هرمون الجوع، لما يبقى عالي بتحس انك جعان طول الوقت حتى لو جسمك مش محتاج اكل. طب نظبط الجرلين ازاي؟ برضو النوم على فكره مهم جدا، قله النوم بتخليه يعلى. يا ريت ناكل وجبات متوازنه فيها الياف زي الخضار والشوفان، ونشرب ميه كتير لان الجفاف بيزود الاحساس بالجوع. 4. الكورتيزول، هرمون التوتر. الكورتيزون او الكورتيزول ده هرمون التوتر، لما بيعلى بيسبب الضغط النفسي، الجسم يبدا يخزن دهون خصوصا حوالين البطن. طب نظبط الكورتيزون ازاي؟ حاول تهدى وتاخد وقت لنفسك، تامل، تمشيه، تسمع حاجه بتحبها، نام بدري، اصحى بدري، ما تشربش كافيين كتير خصوصا في الليل. 5. هرمونات الغده الدرقيه، التي 3 والتي 4، دي المسؤوله عن سرعه الحرق في الجسم. اي كسل في الغده بيخلي الحرق بطيء. طب نظبط يا دكتور هرمون الغده الدرقيه ازاي؟ لازم نعمل تحليل لو حاسس ان حرقك بطيء جدا او بتتعب كتير. خليك في الاكل اللي فيه يود وزنك ومغنيسيوم زي السمك والبيض واللبن والخضار الورقي. ابعد خالص عن الاكلات اللي فيها فول صويا كتير او كميات كبيره من الكرنب الناشف. 6. الاستروجين والتستوستيرون، التوازن بينهم مهم جدا سواء للرجاله او للستات. اي خلل ممكن يزود تخزين الدهون. طب ازاي نظبطهم؟ لازم نقلل الدهون الصناعيه زي اللي فيها مقليات ووجبات سريعه. لازم نمارس رياضه خصوصا رياضات المقاومه زي الحديد او التمارين اللي فيها مجهود عضلي. يا ريت نحافظ على الوزن لان الدهون الكتير بتلخبط الهرمونات دي. الخلاصه لو عايز تخس بطريقه صح، كل اكل نظيف ومتوازن، نام كويس، خليك هادي، اشرب ميه، اتحرك ومرن جسمك. لو حسيت انك بتعمل كل حاجه صح ومفيش نتيجه ممكن تعمل تحليل هرمونات وتشوف فين المشكله. لو الفيديو ده فادك او عرفت منه معلومه جديده ما تنساش تدعمني بلايك وشير عشان يوصل لناس اكتر ممكن تستفيد. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن التغذيه والصحه. كان معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه. اشوفكم في الفيديو الجاي ويومكم جميل.